تعال افكرك في 3 ديسمبر 1921 ايه اللي حصل. وقتها اتأسس الاتحاد المصري لكرة القدم. طب هتقول لي ليه اتأسس الاتحاد المصري لكرة القدم؟ وقتها اتأسس لثلاث اسباب تقريبا. السبب الاول ان وقتها كان المنتخب المصري عايز يروح يلعب في المحافل العالمية، وكانوا الفيفا بتشترط وقتها ان انت عشان تلعب في محفل عالمي لازم يكون في اتحاد رسمي للدولة بتاعتك. تاني حاجة كان بدأت الكرة تتطور في مصر، فالفرق المصرية الكبيرة زي الأهلي الزمالك الفرق المصرية وقتها دعوا الاجتماع عشان عايزين يبقى ليهم اتحاد دولي اتحاد رسمي مستقل بيهم. تالت حاجة برضو ان وقتها كان اللي بيدير الكرة في مصر فيها تدخل اجنبي، لان وقتها كان الانجليز موجودين في مصر، فكان عايزين يعملوا حاجة مستقلة لينا احنا كمصريين، يكون الاتحاد اتحاد مصري خالص. وفعلا في 13 اكتوبر سنة 21 دعا النادي الاهلي باقي الاندية وعملوا اجتماع، وفعلا خدوا قرار ان هم يأسسوا الاتحاد المصري لكرة القدم، وفعلا أسسوه بعد كده. كان اول رئيس لاتحاد الكورة المصري جعفر والي باشا، وقتها اتأسس اتحاد الكورة، وفعلا رحنا بعد كده اشتركنا في المحافل العالمية سواء دورات الالعاب الاولمبية او كاس العالم. وعلى فكرة الاتحاد المصري لكرة القدم هو اول الاتحادات العربية والافريقية. دايما مصر هي الرائد وهي الاساس في كرة القدم سواء في العرب او في افريقيا. انا كده خلصت، اشوفكم بكرة. تعال افكرك.